ايه الشنطة الحلوة دي؟ انت بتسألي الشنطة بتاعتي. تلاقيها غالية قوي. جايباها غالية جدا، جايباها ب2500 وجايباها غالية جدا 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 جدا. بصي الاسترس اللي عليها وبصي الشغل اللي عليها. لا ما اقولكيش، غالية غالية جدا جدا فظيعة. معقولة الأسعار اللي بتقوليها دي؟ اه فعلا غالية جدا. سلام، أنا ماشية. باي باي. بنت هبلة قوي بتصدق اي حاجة. الشنطة دي انا اللي عملتها بنفسي. طبعا مش مصدقين؟ تابعوا الفيديو للنهاية. بس قبل ما تتابعوا الفيديو الاول ما تنسوش اللايك والاشتراك في الفيديو عشان توصلكوا كل فيديوهاتي وكل الحرف اليدوية بتاعت الشنط اللي انا بعملها كل يوم. باي باي. ده قماش أبيض، قصيته بالشكل ده، المنظر ده. بصوا يا جماعة، هو المنظر ده قصيته بالشكل ده. بصوا يا جماعة الشكل ده، الشكل ده أنا قصيته بالشكل ده كده. قسمته نصين، خليت كل نص قد التاني وقمت قصاه. انتوا ممكن تعملوا أي شكل، بس أنا هعمله الشكل ده. زي ما انتوا شايفين عملت 2 قد بعض اهم، وشين. طيب ايه دي بقى؟ دي اللي هي الحواف بتاعت الشنطة، يعني مش هخيط الشنطة وش في وش، لازم تبقى ايه ليها مساحة كده. ماشي. طيب انا بقى وفرت على نفسي المجهود كله وان انا اقص متساوي مش عارف ايه، وجبت بكرة ستان اتخن حاجة لون اسود، وقمت كده. انتوا ممكن تعملوا كله ابيض في ابيض او كله اسود في اسود، انتوا اللي تختاروا الالوان، بس انا عايزة التصميم يكون كده. طيب ده بقى الوش اللي هو هيبان. الوش بقى التاني، بصوا خيطت الخياطة التقليدية جدا اللي احنا كنا بناخدها في اقتصاد منزلي في 6 ابتدائي. ماشي. خيطها بقى داير ما يدور، وبعد ما اخلص الخياطة دي هقوم عاملة الوش التاني. انا هنا ببساطة قمت خيطت كله داير ما يدور زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هجيب الوش التاني برضو واخيطه. ده هو شكلها بعد ما خلصت خياطة، قمت قلباها. بصوا الجمال، زي ما انتوا شايفين جبت فوم. طبعا يعني ايه، بوريكوا بس الشكل اللي انا قصيته. ماشي، بوريكوا بس، انا مش لازقاه بس بوريكوا بس. اخترت اللون الفضي. طبعا دي انا هعملها ابيض في اسود، لان انا احترت اعمل ابيض ولا اعمل اسود. بعدين قلت طب ما اعمل الاتنين. طب يا جماعة دي ايه؟ دي انا جبت قماشة وقمت مكشكشها وملزقاها الكشكشة العادية جدا. تنتها كده ولزقتها، تنتها كده ولزقتها، تنتها كده ولزقتها، انتوا عارفين. انا صبغت الجزء ده اسود. ان شاء الله بكره لما المحلات تفتح هقوم جايبه مونوكير ودهن الباقي. ماشي. ده بقى المفروض ان هو يتلزق هنا كده. طبعا ده هكشكشه اكتر كده مثلا، واقوم ايه واقوم لازقاه. وطبعا هعمل واحده تانية، وهعمل واحده تانية هنا والزقهم كده، هتبقى تحفه يا جماعه. وهنا انا خلصت الجزء ده ودهنته بالمونوكير عشان يكون شكله كده. البشاير يا جماعة زي ما انتوا شايفين، النص ده طبعا هحط هنا زي ده، بس عشان يعني انا في الصبح فانا هخرج بالليل اجيب المونوكير ده يعني، بس انا حطيت كده علشان تحديد يعني احدد انا هحط فين. بصوا بقى البشاير طبعا مش هسيبه كده، هجيب استرس واحطه وهزين من فوق هنا. كنت تشوفوا كل حاجة يعني. وهنا يا جماعة زي ما انتوا شايفين عملت الاساس، عملت فيونكات هنا وفيونكات هنا بالشكل ده. انا هنا لزقت الحته اللي انا قلت لكم عليها في النص بالشكل ده كده، لزقتها لزقه عادي. هنا يا جماعه بصوا حطيت الاستراس، نقلها في حته تانية خالص خالص. بصوا مشغله الاضاءه، بصوا اللمعه. واو، الشنطه دي يعني تحفه، مفيش احلى من كده اصلا. بصوا ده بقى في الاضاءه بتاعت الصبح عادي، برضو شكلها واضح وشكلها باين. طبعا انتوا هتسألوني ايه ده؟ ده اسمه استراس او فصوص الماس. ده بنجيبه منين؟ ده بنجيبه من عند اي حد بيبيع مستلزمات الافراح. هنا انا برضو جبت الشكل ده، اللؤلؤ اللي حواليه استراس ده، وهعمله هنا داير ما يدور. وقمت برضو جبت ايد للشنطة اللي هي دي،
هعمل دي شنطة هتبقى تحفة اوي يا جماعة. وهنا يا جماعة انا خلصت نصها اهو زي ما انتوا شايفين. ضفت هنا بقى الشغل كله، وحطيت برضو على الطروف شغل كده. ايه رأيكم فيها؟ بصوا يا جماعة انا هنا حطيت فصوص الماس في النص، وحطيت فصوص لولي كده على الجنب اهو. تمام يا جماعة. طبعا لسه هدهن هنا بالجليتر الشفاف، بس انا مستنية الحاجات تنشف يعني. قولولي شكلكم المبدئي في بشاير انها تطلع حلوة ولا لا. وده هو شكلها النهائي. بعد بقى ما ضفت لها الايد بتاعه الشنطه وحطيت الهلال ده في النص من بواقي ايد الشنطه. ايه رايكم فيها؟ متنسوش اللايك والاشتراك في القناه.